جرام واحد من المادة المضادة كافي انه يفني مدينة كاملة في لحظة واحدة، والمادة دي مش خيال، دي موجودة فعلا واتصنعت في سيرن سنة 1995. سيرن ده معمل الابحاث الاوروبي بيستخدموا فيه مسرع الجسيمات العملاق عشان يخلوا ذرة المادة تدور بسرعة قريبة من سرعة الضوء، وكل ده بيحصل في انفاق عملاقة تحت الارض. لما الجسيمات تتصادم ببعضها بسرعات خرافية بيتحرر جزء صغير جدا من الطاقة وبتظهر منه ذرات نادرة جدا من المادة المضادة. ذرة المادة المضادة دي شبه المادة العادية تماما، لكن شحنتها معكوسة، ولو لمست اي ذرة عادية الاتنين بينفجروا في لحظة اسمها الافناء التام. وعلشان نحافظ على ذرة واحدة منها لازم نحبسها في فخ مغناطيسي معقد جدا، لانها لو لمست اي حاجة حتى جدار التجربة هتختفي في انفجار طاقي. تكلفة انتاج جرام واحد من المادة دي بتوصل لاكتر من 62 تريليون دولار، يعني اغلى من اقتصاد الكوكب كله. رغم كده العلماء بيحاولوا يستخدموا المادة المضادة دي في علاج السرطان بدقة شديدة بتركيز الطاقة على الورم من غير ما تأذي باقي الجسم. لكن على الجانب التاني لو تم انتاج كمية كافية منها ممكن تتحول لاخطر سلاح في التاريخ البشري. تخيل صاروخ براس من المادة المضادة ضغطة زر واحدة يخفي مدينة بالكامل في اقل من ثانية. العلم بيتقدم بسرعة مرعبة سبحان الخالق. بس السؤال، هل احنا مستعدين نحكم القوة دي ولا هتتحول لنهاية محدش يقدر يوقفها؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.